نعود مع حضراتكم مرة أخرى، وزي ما قلت قبل التقرير إن الحقيقة عندي وعند كثير من زملائي الإعلاميين أسئلة لسيادة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا استاذ شيرين. سيادة الوزير، يعني أكيد حضرتك عارف التساؤلات اللي احنا هنسألها النهاردة، وأنا محملة بكثير جدا من الأسئلة. عايزين نعرف عند حضرتك الإجابات. ما احنا عايزين نعرف من حضرتك الإجابات يا فندم. إن شاء الله أنا تحت الأمر. إن شاء الله. هل فعلا ما صحة ما قيل عن تخفيض أجور البرامجيين بنسبة 60%؟ يعني أقول لك إن دي إشاعة كاذبة. إشاعة كاذبة باختصار شديد. يعني أنا بطمن كل زميلاتي وزملائي في اتحاد الإذاعة والتلفزيون أنني منذ جئت إلى هذه الوزارة وإلى هذا المبنى العريق وأنا أسعى لصالح العاملين فيه. أنا مش جاي عشان أخفض أجور العاملين ولا أقيد حرية العاملين في مسبيرو. أنا جاي عشان أفيدهم مهنيا وماليا. هو احنا بنشهد يا فندم ان احنا ما عندناش خطوط حمراء وان احنا فعلا ما بيجيلناش تعليمات، يعني ده حقيقي بنقول اللي احنا عاوزينه. وانا اشكر حضرتك على هذه الشهاده عشان تردي على بعض المتقولين ان احنا عندنا خطوط حمراء او عندنا قوائم ممنوعين من الظهور في التلفزيون او بنقول هاتوا فلان وما تجيبوش فلان. اذا سيادتك يعني جالك في يوم من الايام تعليمه زي كده انا بقول لك او بستحلفك ان انت تقولي للمشاهدين ان انا اتمنعت من كذا او عملت كذا. لا حقيقة يا فندم احنا ما جالناش اي تعليمات بالمنع، واحنا بنقول ضميرنا يعني ضميرنا الاعلامي والمهني بيخلينا ان احنا نقوله، وعشان كده انا بس بستأذن حضرتك انه يكون في تعليمات مكتوبة، لانه الحقيقة في قلق شديد ما بين كل زملائنا العاملين في اتحاد الاذاعة والتلفزيون. وعايزين نعرف من حضرتك يعني هل كان في توصيات صدرت من مجلس الامناء بسبب هذا الموضوع في يوم 19/3؟ طبعا بخصوص اللوائح المالية في الحقيقة يا استاذ شيرين لا نية على الإطلاق لتخفيض أي دخول للعاملين تصرف في إطار اللوائح والقوانين الثابتة والمتغيرة يا فندم؟ الثابتة والمتغيرة والحوافز وكل ما يصرف للعاملين في مسبيرو في حدود لوائح الاتحاد وفي حدود قوانين الدولة لا مساس بهذه الحقوق على الإطلاق. بل أؤكد لكل العاملين في مسبيرو أنني أسعى بكل ما أستطيع لتحسين هذه الدخول. ولعل قراري اللي أنا أصدرته النهاردة الصبح بصرف 10% من عائدات الإعلانات للعاملين في القنوات والإذاعات اللي بتجلب على برامجها الناجحة إعلانات لعله شاهد على ذلك. أما بخصوص الأجور المتغيرة في الحقيقة مجلس الأمناء مجلس الأعضاء المنتدبين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون جات له بعض الشكاوى من العاملين إن في أحد القطاعات لديه تجاوزات في الصرف بما يخالف اللائحة. هي ديت المشكلة تجاوزات في الصرف عندنا في مسبيرو. أحد القطاعات، لا أقول كل مسبيرو وإنما أحد القطاعات. أي قطاع يا فندم؟ فيه مخالفة، هو قطاع القنوات المتخصصة. جت شكاوى من بعض القطاعات الأخرى إن مفيش عدالة في التوزيع، فقلنا لا، إحنا في عدالة في التوزيع وبقدر أو في عدالة في المخصصات المالية التي تصرف للزملاء. وما ظنش إن زميلاتي وزملائي في قطاع المتخصصة يخالفون الرأي إذا قلت لهم خلوكوا زي زمايلكم في قطاع التلفزيون او زي زمايلكم في قطاع الاخبار او زي زمايلكم في قطاع الهندسة او قطاع الامن او قطاع الانتاج او قطاع الامانة او قطاع الاذاعة. كلنا زملاء بنعمل في مكان واحد. فلو بنقول يبقى في معيار واحد موحد، معيار عدالة تطبق على الجميع. انا اظن ان كثير من زملائي في المتخصصة اللي انا التقيت بيهم بيقولوا لا نعترض على ذلك. لكن الاشاعات اللي بتطلق بقى ان احنا هنخفض 60% من لوائح الاجور المتغيرة على العاملين في مسبيرو دي اكاذيب. اؤكد انها اكاذيب. يعني حضرتك لن تطبق هذه التوصيات من مجلس الامناء اللي نزلت فعلا بيوم 19/3 يا فندم؟ 19/3؟ لا هي لسه نازله اول امبارح.
اول امبارح هو في يوم 19/3 توصيات. البيان بتاع مجلس الاعضاء المنتدبين ده اول امبارح. وبالمناسبه هذا البيان عمل معيار جميل جدا وايضا مرضي لزمايلنا في قطاع القنوات المتخصصه، لان بعض هؤلاء الزملاء بيشتكوا بيقولوا طيب احنا عددنا قليل وبنشتغل كتير. اهلا وسهلا، بتشتغل كتير ان شاء الله هتاخد كتير ايضا، لان بيان الاعضاء المنتدبين قال ان احنا سنسعى الى صرف حوافز ومميزات اضافيه للمتميزين في اعمالهم. يعني مش معنى ان انت بتشتغل كتير فاهضم حقك، لا، لو انت فعلا بتشتغل كتير فاحنا عندنا مرونة في اللوائح. لكن ما ننساش يا استاذ شيرين ان احنا عندنا قطاعات ايضا تستحق شيئا من الانصاف، وانا اخص هنا المهندسين. المهندسين في قطاع الهندسة الإذاعية، هؤلاء الناس أنا أسعى منذ شهور لتحسين وضعهم بقدر ما أستطيع. لكن لا ننسى في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وسيادتك عارفة إن إحنا كل شهر من يوم ما جيت وأنا بأحصل من الحكومة على 250 مليون جنيه. المفروض ال 250 مليون جنيه دول نصرف منهم 200 مليون على الأجور وعلى الحوافز وعلى المكافآت واللائحة والأجور المتغيرة، و50 مليون لتشغيل هذا المبنى. للأسف الشديد الأجور واللوائح المالية تلتهم كل المبلغ ولا يتبقى شيئا للإنتاج. ولا ننسى ان احنا في الشهور الأخيرة، يعني الشهر الماضي اعتبارا من الشهر الماضي، بدأ هذا المخصص يقل، أصبح 220 مش 250. ومع ذلك احنا بنحاول نعظم مواردنا الذاتية، الإعلانات، الإنتاج، عائد بيع التراث الإذاعي، بيع الأعمال الدرامية اللي عندنا، عشان نزود دخلنا، وبالتالي ينعكس أو تنعكس هذه الإيرادات في مزيد من الإنتاج الذي يجذب المشاهدين وبالتالي سيجذب المعلنين. والحمد لله أنا بطمن زمايلي إن احنا الحمد لله نجحنا في جلب عدد من الحملات الإعلانية اللي بدأت على التلفزيون المصري، ومنها برنامجكم الجميل بيتنا الكبير. شكرا يا في إعلانات جديدة بدأت تنزل عليه، وإن شاء الله في الأيام الجاية عندنا حملات إضافية. إن شاء الله هيكون عندنا حملة خاصة بالتموين، حملة خاصة بحصاد القمح، حملة خاصة بالصحة، حملة خاصة بترشيد الكهرباء، زي ما انتم بدأتوا النهاردة إذاعة حملة ترشيد الطاقة والبترول. إن شاء الله عندنا مزيد من الحملات الإعلانية اللي تنعكس إيجابا، وبالتالي أيضا يشعر العاملون في اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مسبيرو في الإذاعة، سواء القنوات التلفزيونية أو المحطات الإذاعية، يشعروا بثمرة جهدهم. وأنا أظن ان زميلاتي وزملائي في قطاع القنوات المتخصصة عندهم فرصة عظيمة جدا لتعظيم مواردهم. عندهم قناة رياضية، وعندهم قناة دراما، وعندهم قناة كوميديا، وعندهم قناة ثقافية، وعندهم قناة النايل لايف. كل هذه القنوات أنا أشعر أن بإمكانها أن تجلب العديد من الحملات الإعلانية التي تنعكس أيضا إيجابا ليجني العاملون فيها ثمار جهدهم. أنا أؤكد لزمايلي في قطاع القنوات المتخصصة لن يمس دخلكم أبدا على الإطلاق، لن يكون دخلكم أقل من دخل زمايلكم في قطاع الأخبار أو في قطاع التلفزيون. لكن اسمحوا لنا أن نراعي أيضا حقوق الآخرين. تمام يا فندم. يعني إذا احنا بناخد من حضرتك وعد على يريح الجميع. بناخد من حضرتك يا فندم وعد على الهواء مباشرة انه لن يتم تخفيض الأجور، أجور البرامجيين، الأجور الثابتة أو الأجور المتغيرة، وأن هذه التوصيات اللي صدرت بتخفيض الأجور بنسبة 60% لن يتم تفعيلها. يعني استأذنك في أيضا ضبط للوعد ده عشان أبقى ملتزم بيه أمام زمايلي. يا ريت يا فندم. في حدود لوائح اتحاد الإذاعة والتلفزيون اللي بتتصرف على أساسها هذه الأجور.
تمام، هل لكن ده تتفقي معناه معي انه في لن ذلك؟ تقل الاجور يعني يا فندم لن تقل الاجور عن الاجور اللي احنا بنحصل عليها حاليا، مظبوط؟ لن تقل لن تقل. الأجور عن تمام. اللائحة اللي حددت هذه الأجور. أنت تمام. بتصرفي الأجور دي على أساس إيه يا أستاذة شيرين؟ نعم يا على فندم. أساس إيه؟ على أساس قرار ولائحة ولا على أساس إيه؟ لا حضرتك التزم، يعني حضرتك طبعا ملتزم معانا بهذا التصريح، انا بس باكد لان زمايلي ما أنا كلهم بلتزم أهو معاكي. لان أنت بتقولي لي في لائحة جديدة دلوقتي طلعت، صح؟ اللي هي نزلت يوم 19/3. أنا بقول لك مفيش لائحة جديدة، أنا مفيش هطبق لائحة. اللائحة القديمة بأرقام اللائحة القديمة اللي هي كانت السنة اللي فاتت. تمام. خلاص؟ تمام. اتفقنا؟ تمام، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده الوزير. لكن اطمئني مفيش تخفيض عن اللوائح اذا اللي احنا صرفنا شهر واحد عليها يا فندم، اللي هي اللوائح الحديثه اللي انتوا كنتوا بتصرفوا على اساسها. لكن يا استاذ شيرين في ضبط للصرف، في تجاوزات فجه. هذه التجاوزات، لا احنا مش بنتكلم عن التجاوزات، ولكن بنتكلم كما صرفنا شهر واحد. يبقى خدي مني وعد. تمام. خدي مني وعد. تمام. ان شاء الله لن يكون هناك خصم او تخفيض الا للتجاوز اللي فوق اللائحه. اتفقنا؟ تمام، شكرا جزيلا سياده الوزير. الله يحفظكم. شكرا انا بشكر جزيلا. حضرتك على هذا الوعد وهذا الالتزام، شكرا جزيلا لحضرتك، وهو ده يعني عشاننا انه تظل الاجور كما هي، لانه طبعا احنا في حاله غلاء شديد جدا. على الاقل انه يعني ده بالتالي اتجاه عام حتى في الدوله كلها، انه المفروض ان الاجور مش هنقول انها تعلى، ولكن ان تبقى كما هي، اللي طبعا لغلاء الاسعار الشديد والحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها. شكرا جزيلا سياده وزير الاعلام صلاح عبد المقصود. وهيكون معانا دلوقتي تقرير